اهلا بيكم مع فيديو جديد وفيديو مختلف. النهارده فيديو مختلف جدا. النهارده جاي لنا فيديو طيران من السعوديه. قبل ما ابدا الفيديو قبل اي حاجه احب اشكر الدكتور احمد الشيوي، هو صاحبي واخويا وحبيبي، هو اللي جاب لي الحاجات دي كلها وجاي من السعوديه، فاحب اشكره جدا جدا جدا. ويلا نشوف جاب لنا ايه بالبيك. معانا الحاجات اهي. ده سندوتش البيك بيك المسحب العالمي. ده طبعا اخر حاجه قطع الفراخ. قبل ما نبدا قبل اي حاجه عايز اقول لكم بس على لفته عجبتني قوي، هي الكنزات شربت. بس عموما بصوا اللوجو ده كده، اللوجو ده مطبوع يا جماعه، مش ستيكر، يعني مش لازم ستيكر، هي شركه بيبسي بتعمله لهم مخصوص. ففكره جامده وديزاين جامد. بصوا انا متشوق قوي الاثنين دول. ده مش قوي الفراخ، مش قوي، فخلينا ايه دول هنا كده نشوف بقى الفراخ بتعمل ايه الاول. يلا بينا على الفراخ. والتوميه العالميه بتاعه البيك. نفتح واحده كده. انا حاسس ان انا طاير دلوقتي، انا حاسس ان انا طاير باكل من البيك يا جماعه. ده كان حلم عندي من الطفوله ان انا اكل البيك، يعني جاي طاير يا جماعه، وجاي بصوا جاي طيران، وبقاله 12 15 ساعه معمول، وشكله لسه يفتح النفس. انا دلوقتي سخنته تسخينه خفيفه كده في الميكرويف، بس يا دوبك اتدفى شويه عشان نعرف ناكله يعني. دوق بسم الله. بصوا لون الفراخ من جوه عامل ازاي يا جماعه. لون الفراخ عامل ازاي؟ لونه مش طبيعي. اللون ده ازاي بيخش جوه التتبيله انا مش عارف. بصوا الفرخه نفسها مليانه توابل من جوه، بتاع شكلها عالمي. تعالوا بقى نغطسها كده في الايه التوميه ونشوف بتقول ايه. طعم الفراخ يا جماعه عالمي، يعني فعلا تستحق الضجه اللي معمول عليها. بصوا يا جماعه خط اللون اللي تحت هنا ده عالمي. انا بصراحه مش يعني التوابل ما تتكلمش عليها. بصوا لون التوابل على الحته كده رهيبه. التوميه دي بقى حوار لوحده، حوار. بس بصوا يا جماعه بصراحه عشان ندي كل حاجه حقها، ماي فود لما عملناه في فيديو احسن فرايد تشيكن كان قريب في الطعم، مش زيه طبعا، ما بقولش زيه، بس كان قريب. يعني انا لو اكلت ماي فود يعني يمزجني بصراحه. فانا متفاجئ ان البيك شبه ماي فود، بس كفراخ عالميه والسعر عالمي. ان هي عندهم هنا ب 17 ريال، ده اللي اعرفه يعني. بس هي جامده. حتى بصوا يا جماعه حجم البروست دي كلها دبوس، ده عندك هنا الدبوس بيبقى حته كده وعليها قد كده بريدنج، وفي عيش كمان، بس البطاطس والعيش بقى مش هتقيمه. يلا على بعض. نخش بقى دلوقتي على اللي بعدين. العيش يا جماعه دقته، لا كان حلو، كان زي الفل، ما فيهوش اي حاجه، مستحمل يعني الطريق. لكن البطاطس متبتوله تمام. فهنخش بقى في ده ولا في دي. انا محتار، بس انا متشوق للمساحه اكتر. خلي السندوتش الاخر. انا متشوق قصدي للسندوتش اكتر. السندوتش ده يا جماعه عالمي، وكمان جايبوا لي هالوبينو بالجبنه، يعني مروق على احلى ترويج. خلينا في ده احسن الاول نشوف الدنيا فيها. برده سخنته وجبه 10 قطع مسحب، وبيجي معاه بطاطس ورغيف عيش برده، وبيجي معاه بقى صوصين توم ومسحب. دي صلصه المسحب بتاعتهم. فتعالوا بقى نجرب صلصه الايه المسحب. بصوا يا جماعه شكل المسحبايه كده، ده شكل المسحبايه. تاخدها بقى وتنزل بيها فين؟ هنا كده. يا خرابي يا جماعه، بص المسحب وعامل شبه السويتش دي شويه كده في الشكل. دوق بسم الله. يا جماعه لون التوابل جوه، لون التوابل عندهم توابل البيك مفيش زيها، تعالوا بقى ندوق قطم من غير صوص كده. الوان في كل حته. صوص اللي بيسحب دي حلوه، المسحب حلوه، فيها سكه حراق كده عامل زي كشر، بس كشر ايه قلب على سويتش دي شويه، ما كتروش منها ان هي ملح سيكه يعني. فمسحب فاجئني جامد جدا. بس افاجئكم بقى انتوا، حمرزه كان قريب منه. يلا يا عم قريب، ما بقولش ان هو زيه. يعني مثلا لو ده 10 من 10 ادي الحمرزه مثلا 7 6 ونص 7 ونص، قريب منه يعني، فاهمني؟ فلو رجعت الفيديو مسحب هتلاقيه ظهر لكم هنا او هنا مش عارف تمام. وفيديو الفرايد تشيكن برضه ظهر لكم. يعني يا جماعه انا اتفاجئت ان المنافسه مش بعيده، يعني يعرفوا يقربوا منه، مش يجيبوه بس يقربوا منه. يلا بينا على السندوتش عشان ده شكله مفيش حاجه زيه. يلا بينا نخش بقى على السندوتش. السندوتش شكله محمل يا جماعه، محمل. نفتح كده السندوتش. شكله انا بصيت عليه يا جماعه شكله رهيب يا جماعه. لا ايه ده يا جماعه؟ نفسي حد يعمل لنا الشغل ده في مصر. الجبنه مع الهالوبينو عامله ازاي؟ كميه جبنه وهالوبينو عالميه. بصوا الجبنه نازله من على الجناب، شوفوا قطعه الفراخ قد ايه. سندوتش بصراحه يعني ولا كلمه. نقدر بقى السكينه عشان كده تاكل بعدنا يا جماعه. فايه بصوا الالوان جوه الفراخ نفسها، نفس الفراخ المسحب، الالوان الجميله. عارف يا جماعه بيعملوا احجام الفراخ دي ازاي؟ خيار مخلل الهالوبينو بالجبنه. ندوق بسم الله. اقسم بالله لا مجامله ولا افوره بقى، ده مفيش زيه. ده انا ما دقتش زيه. ده عالمي. فراخ على الهالوبينو مع الجبنه مع الخيار مع الخس مع الصوصات اللي محطوطه عليه. ايه يا جماعه الجمال ده؟ ازاي وصلوا للتركيبه دي؟ انا مش عارف ايه الجمال ده. احلى سندوتش اكله في حياتي. بصوا يا جماعه الالوان جوه، بص خط طبق الالوان جوه عامل ازاي. ايه ده؟ ايه الجمال ده يا جماعه؟ لا انا مش عارف. نفسي يفتح في مصر بقى ونخلص بقى. والله العظيم هو اكيد يفتح في مصر اغلى، ويفتح مصر مش بالجوده دي، بس يعني على الاقل شبهه يعني. ننضف ونيجي لكم في نهايه الفيديو. البيك لو كلام على الفاضي ولا مش كلام على الفاضي، لا البيك عالمي يا جماعه. البيك عالمي بامانه، يعني ما يتقارنش باي حاجه من اللي عندنا. هو في حاجات قربت زي ما قلت لكم، ماي فود وهامرز الاثنين قربوا، واحد في الفراخ وواحد في المسحب شويه، قربوا شويه، ما بقولكش زيهم يعني. مثلا 7 من 10، لو البيك 10 يبقى 7 ونص 6 ونص كده في الحدود دي. فهو حلو مش وحش يعني، ممكن تروح تاكلوه اما ايه، اما ترضوا نفسكم بالبيك. بس السندوتش بقى
مفيش زيه. السندوتش ده يا جماعه دولي، اللي ما كانش السندوتش ده لسه ما اكلتش سندوتش فراخ في حياتك بامانه. لا 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 لا، تخيلوا ده لو سخن يعني، ده جاي كده من سفر وبتاع وبقاله يجي 12 14 ساعه جاي، فبقاله عمر يعني. بس كده شوف بقى التعب والسفر والكلام اللي بهدلوا معانا الاكل ده كله، ما يستاهلش منك بقى لايك دلوقتي وسبسكرايب معانا على طول. ويلا يا رجاله، سلام.